إيه اللي يخلي الطفل لسه مولود يهدد عرش ملك؟ وإيه اللي يخلي عيلة تسيب أرضها وتمشي آلاف الكيلومترات في الضلمة عشان تدور على مجرد حق في الحياة وأمان مفقود؟ أهلاً بيك في بودكاست جذور. النهاردة إحنا مش بنتكلم عن قصة تاريخية، إحنا بنواجه الحقيقة اللي بنهرب منها كل يوم، إننا كلنا متغربين. بنحاول نملى فراغ جوانا بأماكن، بأشخاص أو بإجابات منطقية، بس بنكتشف في الآخر إن الوجع لسه موجود. الحقيقة إن قصة هروب يسوع المسيح لمصر وهو طفل مش مجرد رحلة لجوء اضطرارية، دي رسالة لكل واحد حاسس إنه مش في مكانه. الغربة الحقيقية مش هي المسافات اللي بنقطعها، الغربة هي الحالة اللي بنعيشها لما بنكون منفصلين عن المصدر اللي خلقنا، الله نفسه. أوقات بنحس بالغربة وإحنا وسط أهلنا، غربة الروح. والجميل إن الكتاب المقدس بيحكي لنا إن الرب يسوع وهو في طبيعته البشرية كإنسان على الأرض عاش تجربة التعب والهروب دي وهو طفل، لما هرب مع عيلته لمصر عشان ينجو من ملك كان عاوز يقتله. الرب يسوع اختبر غربة المكان وهو طفل عشان يقول لنا إنه حاسس بكل واحد فينا. وعشان نكون أمناء، في ناس بتسأل هو ليه ملك يعوز يقتل طفل؟ وهل القصة دي موثقة؟ الحقيقة إن الكتاب المقدس بيقدم لنا الرب يسوع مش كشخص عادي، ده ابن الله الحي. والتدقيق في المخطوطات والنبوات بيأكد إن كل خطوة في حياته كانت مرتبة بدقة، زي ما مكتوب في أشعياء 59:2 بيقول: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. هنا المشكلة الحقيقية مش في الملك هيرودس، المشكلة في انفصالنا عن الأصل بسبب أخطائنا اللي خلتنا نحس بالغربة عن الله. وعشان كده لو أنت حاسس بالوحدة أو إنك مؤمن سري في مكان معزول، افتكر إن الرب يسوع فهمك لأنه عاش ده. الخطوة الأولى للنمو مش إنك تعمل مجهود خرافي، لكن إنك تدرك الحقيقة دي. أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. رومية 6:23. دي هبة، يعني هدية، مش محتاج تثبت استحقاقك عشان تاخدها، محتاج بس تقبلها بقلب بسيط وتطبق الثقة دي في يومك وتعرف إنك ابن مش غريب. يمكن تكوني بتسمعينا دلوقتي وحاسة بتقل على قلبك، قلق من المستقبل أو خوف من رفض الناس. أحب أقولك إن الله مش ديان مخيف واقف يراقب غلطاتك، ده آب محب بيفتح ذراعيه ويقولك تعالي ارتاحي. الرب يسوع قالها بوضوح عشان يطمن قلوبنا من الخوف الوجودي: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. يوحنا 11:25-26. ده وعد بالأمان والسكينة اللي مفيش أي ظرف خارجي يقدر يسرقها منك. طب إزاي نبدأ؟ الموضوع بسيط وخطواته مكتوبة. أولاً نعترف إننا محتاجين لمساعدة، إننا خطاة ومحتاجين مخلص يرجعنا للأصل. ثانياً نحط ثقتنا في الرب يسوع المسيح اللي دفع الثمن بدلنا على الصليب عشان يشيل عننا العقاب اللي نستحقه. هو مات وقام عشان يضمن لنا إن الطريق لبيتنا السماوي بقى مفتوح ومنور. وفي النهاية لو أنت بعيد عن وطنك أو حاسس إنك بعيد عن ربنا، مفيش حاجة تقدر تفصلك عن حبه. هو بيفهم صراعاتك العقلية وبيقدر عزلتك وبيحس بوجع قلبك. هو بيدعوك النهاردة إنك ترجع ليه، مش عشان تنضم لدين أو طقوس، لكن عشان تدخل في علاقة حقيقية مع اللي خلقك وبيحبك. في جذور هدفنا مش بس الشرح، هدفنا نلمس الحقيقة. الرب يسوع المسيح هو الطريق اللي بيجمع بين العقل الباحث والروح العطشانة والقلب الخايف. هو الوطن اللي مش بنحتاج نسافر له، هو اللي جه لغاية عندنا. لو حسيت إن الكلام ده لمسك أو عندك سؤال شاغل بالك ومحيرك، ابعت لنا فوراً. إحنا هنا عشان نسمعك ونمشي معاك الطريق في سرية وبكل حب. شكراً إنك اديت لنفسك فرصة تسمع. استنونا الحلقة الجاية، وخليك فاكر غربة روحك ملهاش حل غير إنك تلاقي جذورك في اللي خلقك. جذور، حيث نعود للأصل لنفهم الحاضر.